مش الاكل السوري، ما طلعش شاورما وتوميه، طلع بسمشكات، فريكه بالموزات، بيدي، كباب بالكرز، باشا وعسكرو. مين دول؟ دي الاكلات البيتي السوري اللي انت ممكن تجربها وانت قاعد على النيل في مصر عادي جدا. لو عايز تدوق الاكل السوري البيتي على حق يبقى لازم تروح مطعم ابو الزوز. لما تروح هناك هينزل لك شويه مقبلات سوريه مشكله كده من اللي قلبك يحبها، كوبيبه، على سلطه تبوله، على سلطه فتوش، على سلطه حمص، واللي عندهم منها انواع انا اول مره اشوفها، حمص بالجرجير وحمص بالرمان والجوز. ودي البيدي، نوع من المعجنات، في منها محشي بالزعتر والكشكوان، محشي بالسبانخ، ومحشي بالجبنه. نخش بقى على التقيل، طبق باشا وعسكرو. ده زي داوود باشا اللي عندنا؟ لا، هو مختلف حبتين، هو عباره عن كوبيبه محطوطه في صوص كريمه. طب ده الباشا، فين عساكرو بقى؟ عساكرو اهي، كور من العجين محشيه لحمه مفرومه، طعمها هينقلك على سوريا على طول. وتعالى لي بقى على البسمشكات، اسمها حكايه لوحده. ايه البسمشكات ده؟ بسمشكاه زمان كان الجيب اللي بيتحط على الحيطه ويتعلق فيه المصابيح، وهو كان بيبقى عباره عن قطعه من القماش متخيطه بالقوه، والاكله دي فكرتها قريبه جدا منه. وهي عباره عن قطعه لحمه مشدوده محشيه رز ولحمه مفرومه، ودي من اقدم الاكلات السوريه اللي انت لازم تجربها. لا يا عم جرب، ايه ده شكله غالي. لا، ما هو انا جايبه لك خصم 25% على اي حاجه تطلبها لحد يوم 10 فبراير. كل اللي هتعمله انك هتروح ابو الزوز فرع الدقي، توريهم الفيديو ده وهم هيعملوا الباقي.